السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده باذن الله هنقدم مع بعض البوريك بتاع الافران، سهل جدا وما بياخدش وقت خالص. وعايزه اقول لكم ان انا كان عندي لبن رايب، قلت هعمل بيه ايه فقلت اعمل معاكم البوريك بتاع الافران. عايزه اقول لكم طريقه احلى بكتير من بتاع الافران فعلا، يعني اطرى بكتير واطعم بكتير. شايفين الطراوه بتاعته. وعايزه اقول لكم طبعا محشي جبنه، دلوقتي اليومين دول ما بقوش يحطوا جبنه بقى يحطوا لحسه كده بسيطه. انا هنا بوريكم ان ده كان لبن رايب، كنت حاطاه في الفريزر وسبته ان هو طلعته بره عشان يفك. هنعمل بقى الخميره عباره عن ربع كوبايه من الميه وكيس من الخميره وكوبايه ومعلقه من السكر. مش هنكتر الميه عشان احنا هنحط لبن رايب. خلاص كده اختمروا مع بعض. هنبدا بقى نحط الزيت، ربع كوبايه من الزيت وكيس من الصلصه، لان احنا عايزين البوريك دوت يبقى لون العجينه بتاعته يعني احمر كده. فهنحط الكيس. انا هنا بوريكم ان انا حطيته على مرتين، حطيت معلقه كبيره الاول وحسيت اللون مش هيبقى يعني ايه لون قوي كده، فرحت حاطه بقيه الكيس. وهنحط بقى 3 كوبايات من الدقيق او نص كيلو من الدقيق وعليهم رشه من الملح. عايزه اقول لكم نص كيلو عمل الكميه اللي شفتوها في اول الفيديو ديت. هنقلبهم بقى كويس جدا مع بعض. شايفين احنا لازم نضيف الصلصه قبل ما نحط المواد اللي هي الجافه اللي هو الدقيق. وهنا عندي الكوبايه من اللبن الرايب دفتها في الميكروويف، وهبدا ان انا اعجن بيها واحط يعني كميه يعني شويه شويه لحد ما العجينه بتاعتي تلم. هعرف ان العجينه بتاعتي عايزه لبن رايب ازاي، هلاقيها مفروله معايا. اول ما تبدا تلزق سنه بسيطه يبقى هي كده خلاص مش عايزه سوائل تاني. عايزه اقول لكم المعجنات كلها شبه بعضها. الناس اللي بتخاف من المعجنات ابداوا اعملوا حاجه بسيطه في حاجه بسيطه، هتحسوا ان الدنيا سهله. انا بقالي فتره شغال لكم في المعجنات، في البيتزا وحواوشي الاسكندراني والكلام دوت. العجينه سهله جدا زي ما انتم شايفين. قعدت اعجن فيها شويه لحد ما اتلمت. هنحط بقى شويه زيت كده في البوله وهنسيبها تخمر حوالي من ساعه لربع ساعه في الحر دوت. هنلاقيها خمرت وبقت جميله. لحد بقى ما تخمر هنبدا نحضر الحشوه، ودي اختياري. انا هنا حطيت جبنه رودس اللي هي لونها اصفر ديت، وحطيت عليها فلفل الوان، دي مش طماطم عشان ما ينفعش نحط طماطم. حطينا عليها فلفل الوان احمر او ممكن اصفر او ممكن زيتون. وهنا كمان العجينه بتاعتنا خمرت، هنبدا نفضي منها الهواء وهنفرش طبعا مفرش العجين بتاعنا. انا بحبه جدا، بحس ان هو بيلملي الدنيا قوي، وبحس ان انا يعني ما بحبش احط حاجه على الرخامه زي ما قلت لكم قبل كده. هنبدا نقسم العجينه نصين زي ما انتم شايفين كده، وهناخد اول نص كده ونفرد تحتيه دقيق، او لو مش عايزين تفردوا دقيق هي كانت لينه جدا وما كانتش محتاجه. وعايزه اقول لكم اللبن الرايب كان مطريه جدا. لما في لبن يبوظ عندكم ما ترموهوش او ما تاكلوش بالمعلقه زي ما كنا بنعمل زمان، لا احتفظوا بيه في الفريزر وطلعوه عجينوا بيه، هتلاقوه يعني مدي يعني ايه نتيجه حلوه قوي في المعجنات. هنجيب بقى كوبايه كده صغيره، هنبدا ان احنا نقطع العجينه بتاعتنا على هيئه كور. بعد ما فردناها العجينه ديت سمكها سنتي بالظبط، ما نزودش عن كده عشان العجينه بتاعتنا ما تبقاش يعني ايه مكلكعه بمعنى اصح من جوه. هنبدا بقى ناخد واحده واحده وهنحط فيها جبنه، وهنبدا نلفها كده زي المحشي، صباع المحشي بالظبط. يعني ما شفتش الشعبير يعني ايه اقرب من كده. وهنبدا بقى نقفلها كويس من الاطراف، ويبقى كده عملنا اول واحده. على فكره ما بتاخدش وقت خالص في التشكيل، فهو زي صباع المحشي زي ما قلت لكم. هنقفل من الاطراف من فوق ومن تحت. لازم نقفلها كويس جدا عشان الجبنه ما تطلعش اثناء التسويه. عايزه اقول لكم احنا طبعا متوصيين بالجبنه، بره ما بيحطوش كميه الجبنه دي خالص، وصراحه عندهم حق، الحاجه بقت غاليه جدا وهم لو عملوا كده مش هيكسبوا اصلا. عشان كده بنقول نعمل الحاجه لو احنا عايزينها مخدومه نعملها في البيت. اولا بنفرح ان احنا عملنا حاجه زي بتاعه بره في البيت، ثانيا بتبقى انضف ويعني انضف واحسن بكتير من بتاعه بره. خلاص كده يعني هنا كنت عامله شويه صغيرين، يعني شويه حجمهم صغير زي ما انتم شايفين. هنسيبهم في الصينيه شويه، وهنبدا دي بقيه العجينه اللي انا شلتها الزوايد بتاعه العجينه لسه ما جيناش عند الجزء التاني من العجينه. تمام. هنبدا بقى نقسمها بس بكوبايه اكبر. شايفين انا ركنت الكوبايه صغيره وقلت هعمل كوبايه اكبر لان حسيت ان حجمها صغير، بس عايزه اقول لكم حور حبه الحجم الصغير جدا لان هي بتاكل على قطمتين وخلاص. هشيل برضو بقيه الزوايد دي احطها على جنب. هبدا بقى اخد واحده واحده زي ما قلت لكم، نلفها زي صباع المحشي كده بالظبط، ونبدا ان احنا نقفل عليها من كل الاطراف. عايزه اقول لكم العجينه كانت في ايدي طريه جدا، يعني اكتر عجينه عملتها طريه هي بتاعه اللبن الرايب ديت. وعايزه اقول لكم طعمه مش باين خالص، تاثيره بس هو اللي واضح قوي، لكن الطعم بتاعه مش باين خالص لان هو مبقاش ليه طعم اصلا. هخلص بقى بقيه الكميه وهنعمل الوش اللي هندهن بيه، عباره عن صفار بس بين البيضه مش البياض، وهنحط عليه معلقتين كبار من اللبن ورشه من الفانيليا، بس رشه كويسه عشان ما نحسش ان فيه اي زفاره.
هنبدا بقى ناخد بالفرشه وهندهن بقى وش العجين كده زي ما انتوا شايفين. ممكن نستغنى عن البيض لو انتوا عايزين، بس البيض بيدي لمعه حلوه قوي. اللبن بيدي لون والبيض بيدي لمعه حلوه قوي للمعجنات. هنبدا بقى نحط حبه البركه او ممكن سمسم اللي انتوا عايزينه، بس البوريك دوت معروف بحبه البركه. ممكن نقلل الكميه شويه، حبه البركه ما نكترش قوي على الوش، بس احنا عشان بنحبها فكترت شويه. هنا بقى كنت فقدت الشغف، ودي كانت اخر حته من العجينه، فقلت هعملها كلها رغيف واحد، وكان طعمه حلو قوي 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 زي يعني فوق ما تتخيلوا. هنبدا بقى نحط بقيه الجبنه كلها ونلفه برده زي صباع المحشي كده بالظبط. هتشوفوا بقى اللفه هنا بشكل ايه يعني واضح اكتر. شايفين اهوت. هنبدا بقى نعمل من الاطراف. اظن اوصل لكم ان العجينه قد ايه طريه وقد ايه يعني طريه جدا وهشه، وده بيبين لكم ان قد ايه الحاجه هتطلع بعد التسويه حلوه قوي. خلاص كده هنحطها في طبق برده وهندهنها كويس جدا. عايزه اقول لكم ما بتاخدش، هي خدت 12 دقيقه بالظبط في الفرن. مش هنشغل الشوايه لان هي لونها اصلا محمر لوحده. هنرش برده عليها شويه حبه البركه، اللي خلصناه حطيناه في الفرن لمده 12 دقيقه بالظبط، وكان استوى زي الفل. شايفين بقى هو كده استوى. هنبدا نخرج صينيه صينيه. انا طبعا ببقى حاسبه الوقت. اول واحده يعني لو اول واحده مثلا حطيتها وخدت 10 دقايق، التانية بزود لها دقيقتين مش عارفه ايه كده، فبحاول اظبط الوقت لو انا ما حطيتهمش كلهم مع بعض. شايفين اللهم بارك عمل كميه كبيره جدا، ودي كده اول صينيتين. الصينيه الثالثه بقى يعني هنغطي شويه العجينه لحد ما ايه، ما الصينيه الثالثه تطلع عشان البوريك بتاعنا ما ينشفش. عايزه اقول لكم ده ما رشناش عليه ميه ولا اي حاجه، لان هو طري جدا وجميل ومش مستاهل. ده بقى الرغيف كان خلاص قرب ينهار، عشان نسيته شويه اكتر من التانيين عشان كنت ملهيه في دول. شايفين بقى الكميه عامله ازاي. ومش عايزه اقول لكم على الطراوه اللي هم يعني كانت حلوه جدا وطريه جدا بعد التسويه، لان العجينه كانت طريه جدا قبل التسويه. هنغطيها بقى شويه لحد ما تبرد خالص وابدا اوريها لكم. شايفين هنا كده بردت. شايفين كميه الجبنه اللي فيها وكميه الطراوه كانت حلوه جدا، يعني مش قادره اوصف لكم. لازم تجربوها عشان يعني ايه يوصل لكم ايه احساسي. هنعمل بقى ايه بالكميه دي كلها. هقسمها على اكياس عشان ممكن اودي بيها حور الحضانه، او ممكن واحنا نازلين. مبحبش اجيب الباتيه والكلام دوت، فباخد كيس كده معايا حور بتتسلى فيه واحنا ماشيين في الطريق. فهقسمه على 5 اكياس زي ما انتم شايفين، وكل الكميه دي بنص كيلو من الدقيق فقط. كده بقى يا حلوين الحلقه بتاعتنا تكون خلصت. يا رب تكون عجبتكم، يا رب اكون ما طولتش عليكم، واشوفكم على خير الحلقه الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.